السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. إذا جيت دولة لوكسمبورغ وما رحتش لمدينة فياندل، أعلم خويا العزيز أنك راك مضيع نصف الرحلة. فياندل مدينة في شمال شرق لوكسمبورغ، حدودية مع الألمان 10 دقائق وأنت دخلت. هذه المدينة هذه صغيرة وهادية، ولكن يجوها ملايين من السياح سنويا. فيها واحد من أكبر القصور في أوروبا، والناس كامل اللي تجي لوكسمبورغ لازم تجي لفياندل وتشوفه. ترونسبور المواصلات هنا في البلاد كلها مجانيه، ما عندكش حجه. الا جيت تقدر تجي من العاصمه لوكسمبورغ لفياندل مجانا، ما تدفع ولا يورو. ساكادو تاعك كيما انايا وتوكل على الله. قصر فياندل مبني على تل ارتفاعه حوالي 310 متر ويطل على نهر الأور. بدايته ترجع إلى القرن ال11، اتبنى على بقايا حصن روماني وتوسع مع مرور الوقت. كان مقر عائلات كونتات فياندل اللي كانت من أقوى العائلات النبيلة في المنطقة، وسيطروا على أراضي واسعة في لوكسمبورغ وألمانيا. القصر كبير وأبراجه الدفاعية تعطيك فكرة على القوة والهيمنة اللي تميز بها آنذاك. وين التيكيت كانت زوينه هذه. راني شريت التيكي تاعي ب 13 اورو ودخلت، ومنها تبدا الرحله تاعنا في القصر. من هنا تبدأ الحكاية، وأول خطوة ليك داخل القصر تسافر بها عبر الزمن. الجدران القديمة والأبراج العالية تشهد على عظمة هذا المكان. تعرض داخل القصر مجموعة من الأسلحة الأصيلة، سيوف ودروع ومدافع وخدات حديدية كان يلبسوها الفرسان ذاك الوقت. القاعات فيها آتات عتيق تحبس فيه الأنفاس، وكل زاوية منها تحكي قصة وتخبي أسرار مرت عليها سنين. لما توقف داخل القاعة تفهم أنه الماضي كان زمن فيه الجمال والإبداع ضرورة، وليس ترف، خسارة كما نقولوا إحنا. المطبخ مازال محافظين عليه، ومازال كل شيء في مكانه وما غيروش فيه ولا شيء، وأدوات الطبخ اللي تشوفوا فيها ترجع لقرون. هاد السجادات تحف مخدومة باليد، وفيها كمية كبيرة من الإبداع والموهبة. سجادات من الصوف مرسوم عليها الناس اللي كانت عايشة في هذا القصر، تخليك تعيش التجربة كأنك جالس معهم. في ديسمبر 1944 شهدت فياندل معركة طاحنة معروفة بمعركة الثغرة. كان القصر آنذاك تحت سيطرة القوات النازية، والحلفاء تمركزوا على تل مقابل للقصر وقصفوه بكثافة إلى غاية تحريره. بزاف أجزاء منها اتدمرت وأعيد ترميمها في النصف الثاني من القرن العشرين. المدفع اللي ضربوا به الحلفاء مازال موجود في نفس المكان، وعلم أمريكا مرفوع جنب إلى جنب مع علم لوكسمبورغ تخليدا لهذه المعركة. في الأخير قصر فياندل مش حجر وحيطان وبس، بل صرح شاهد على أكثر من 1000 سنة من الوجود، من زمن الفرسان إلى الحروب العالمية إلى وقتنا الحالي. يستاهل نحكيو عليه. أي واحد مولع بالتاريخ ويبغي يعيش هذه التجارب عن قرب، فياندل هو المكان المثالي للهروب من الروتين اليومي وتغيير الجو 180 درجة. إذا عجبك الفيديو ما تنساش لايك ومشاركة لتعم الفائدة، ومتابعة للمزيد من الجولات التاريخية. بارك الله فيكم، سلام.